المغرب التطواني. يجور يسدد كرة يلا يا شباب، نفس الوتيرة، ممكن إضافة هدف آخر، ممكن إنهاء الأمور في مواجهة لن تكون سهلة. وأخطأ من قال أن في مقابلات عصبة الأبطال تكون المباريات. ماكي تعود من جديد، هيدالغو كيبحث على انه يرفع الكرة، كيرفع كرة وعدت معك لنقطة البداية ودعني ألعب الكرة من جديد. لاحظوا الإعادة، لاحظوا تلعبات، وهذه هي الكرات اللي كنقولوا عليها مرتدة، والكرات التالية اللي يجب استغلالها بطريقة جيدة. لاحظوا أنها تلعبات من هيدالغو ورأسية أبرهون أعطت الهدف الذي يعيد الأمور إلى نقطة البداية. ويا لا من نقطة. أو هيدالغو كيرفع كرة دائرية، إبعاد، رأسية مرة أخرى، فرصة نعيم يسجل احد الاهداف الغاليه في هذه المواجهه. لاحظوا لاعاده لعبات، وهذه هي الكرات الثانيه، الكرات المرتده اللي تكلمتي عليها سالم المحمود وتكلمنا عليها في الجوله الاولى. منها اتى الهدف الثالث لفريق المغرب التطواني، وقلنا انها يجب ان تستغل. اذا ثالث الاهداف، 3 اهداف مقابل شيء، 3 اهداف.